السلام السلام. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله توكلنا على الله. خوتي خواتاتي، اليوم جيت نشارك معكم كيكه بالفرماج في الخلاط، سهله ماهله وكتوجد بسرعه وبمقادير بسيطه. المقادير عندنا هنايا كاس ديال الزيت مع مشي مزيان، كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب، 3 ديال البيضات، خماره ديال 14 غرام، وفانيليا. عندي هنايا انا دانون ديال الكوكو. عندنا 5 ديال الفرماجات، اي فرماج عندك اي نوع عندك تستعمليه. عندنا معلقه ديال الخل، عندنا قبصه ديال الملحه، وعندنا الطحين ديك الساعه نعبر بالكيسان ونقول لكم شحال هزت ليه. خوتي خواتاتي، دابا نبداو في التحضير ان شاء الله. خوتي دابا هرسنا ديك 3 د البيض هنايا في الخلاط، غنبداو نحطوا هاد الجبن. خوتي غنضيفوا فانيليا، غنضيفوا جميع العناصر ونخلطوا. نضيفوا فانيليا، نضيفوا كاس ديال السكر، نضيفوا كاس ديال الزيت، نضيفوا الكاس ديال الحليب. غنجمعوا كامل العناصر اللي عندنا ونبداو غنضيفوا قبصه ديال الملحه، نضيفوا ديك الدانونه اللي عندنا، ديك الياغورت. الياغورت الصراحه اختياري، اللي ما بغاش يضيفو ما يضيفوش، يكتفي غير بالحليب. وهاد الخميره والخل غنخليوهم من بعد ما نخدموا الخليط ديالنا. دابا نخدموه مزيان ونرجع معكم. دابا نخدم الخليط ديالي شي 3 دقائق ولا 4 ونرجع معكم. ما بغيتش نسمعكم الصداع بزاف. خوتي من بعد ما خدمنا مزيان الخليط ديالنا، نتوما كتشوفوا دابا جبت فاش غنخويه. ها هو باش نزيدوا له الطحين. خوتي هذا الكاس الاول ديال الطحين غنضيفوه. ديك الساعه نقول لكم شحال هزوا لي، واش 2 واش 3 واش عمرو كاس اخر. خوتي هذا الكاس الثاني، والطحين راه عندي مغربل اخوتي، راه مغربل. خوتي هذا الكاس الثالث انا بديت كنزيد فيه. خوتي هذا الكاس الرابع غنزيد منه غير شويه. نزيدو دابا الخميره ديالنا، نزيدو الخميره ديالنا. هذا صفيطه لحقاش شي مره كتكون محببه. خوتي ديك المعلقه د الخل اللي قلت لكم غنزيدوها على هاد الخميره باش نخلطوها. نشوفوا كتشوفوا هاد الكاس زدت منه غير شويه، ها باش يبان لكم. ها ديك الساعه كنخلطوا ونشوفوا. خوتي القوام ديالها هو هذا. كتشوفوا ديك الكاس زدت منه شي 4 كامل شي نص. ها هو القوام ديالها كتشوفوا كيف داير. ها دابا نجيب المول اللي كنت دهنته من قبل وعملت له الطحين وحطيته في الثلاجه. دابا غنجيبو باش نديرو فيه الكيكه ديالنا. خوتي ها هو المول ديالي فاش غنديرها، اللي كنت دهنته بالزبده ورشيته بالطحين ودخلته للثلاجه. غنديرو فيه الكيكه ديالنا، نعليو يدينا هيدا ونفرغو. الصراحه كتجي واحد الكيكه رائعه وزوينه بزاف وهشيشه، وجربوها غادي تعجبكم. والمقادير ديالها متوفرين في الدار، ماشي شي حاجه اللي ما كايناش. خوتي انا دابا غندخلها للفران. الفران عندي بارد، غنشعلها ونقص عليها وندخلها ونخليها طيب. والفران كل وحده كتعرف الفران ديالها، وخدعيه نقول لك القياس ديال الفران ما تقدريش تعرفي، يعني كل وحده حافظه الفران ديالها. الفران ماشي فحال. المهم خوتي من بعد ما طيب هانتوما معايا نشوفوا النتيجه النهائيه. الصراحه كتجي الكيكه واعره. خوتي من بعد ما طابت الكيكه ديالنا كتشوفوا كيفاش تنفخت وكيفاش جات. يلا زولتها من الفران، غنخليها تبرد وديك الساعه نشوفوا النتيجه النهائيه. خوتي
من بعد ما بردات الحلوه ديالنا. شوفوا كيف كتجي مفشفشه رائعه وزوينه. غنقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوا كيف كتجي. بسم الله. ها انتم شوفوا كيف كتجي مفشفشه. شوف 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 رائعه خوتي. الا عجبتكم ما تنسوناش من لايك فضلا وليس امرا. بسلامه خوتي، حتى الفيديو اخر.